السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير. وقبل اي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي ما تنسوش تدعمونا بلايك حلوة زيكم، وتشاركوا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم وحبايبكم عشان نكبر بيكم وليكم. النهاردة ان شاء الله هنقول مع بعض تفسير حلم النار في المنام لابن سيرين. وعايزة اقول ان هو ليه تفسيرات كتير وعديدة. تفسير النار في المنام ليها تفسيرات كتير ومختلفة، ولكن احنا هنقول النهاردة تفسير الإمام ابن سيرين. ويلا بينا نشوف التفسير. قال الإمام ابن سيرين أنه من يرى في منامه النار مضيئة بداخل منزله يدل ذلك على حصوله على المال الكتير وعلو شأنه في العمل. ومن يرى في المنام اندلاع النار في منزل آخر يدل ذلك على فقدان شخص عزيز عليه. ومن يرى في منامه أن النار اندلعت ولكنها لم تصبه بسوء دل ذلك على أنه سوف يحصل على مال كثير عن طريق الورث. ومن يرى في المنام أن هناك دخانا يخرج من بيته دل ذلك على أنه سوف يحج هذا العام. أما من يرى في المنام أنه يعبد النار يدل ذلك على التقصير في أداء الفرائض والعبادات وخاصة فريضة الصلاة. أما إطفاء النيران فتدل على السلبية الشديدة في حياة الفرد، والله تعالى أعلى وأعلم. وعدم الرغبة في إحداث أي تغيير في حياته القادمة. ومن يرى في المنام خروج في المنام ومن يرى في المنام وخروج النار من عتبة منزله ولم يكن بها أي دخان يدل ذلك على زيارة بيت الله الحرام في القريب العاجل، والله تعالى أعلى وأعلم. واشتعال النار في منام المتزوجة بيدل على اشتعال الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا رأت دخول النار في منامها فبيدل ذلك على ارتكاب المعاصي والذنوب في الحياة، والله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا تدل رؤيا النار الشديدة المضيئة في منام المتزوجة تدل على رزق زوجها الكثير، وهذه بشرى إليها بأن الله سوف يرزق زوجها بالعمل والرزق وينعم عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. حبايب قلبي، حلم النار في منام العزباء بيدل على اقتراب موعد زواجها. وتوهج النار الشديدة في المنام العزباء بيدل على أنها سوف تتزوج بعد قصة حب قوية، والله تعالى أعلى وأعلم. حبايب قلبي، ورؤيا النار في منام الحامل بيدل على أنها سوف تنجب بنت. أما إذا رأت الحامل أن النيران تندلع في المنزل دل ذلك على أنها سوف تحقق كل ما تريد، ودل ذلك على أنها سوف تحصل على خير كثير، والله تعالى أعلى وأعلم. وكمان ما تنسوش تدعمونا بلايك حلوة زيكم، وتشاركوا الفيديو مع اخواتكم وصحابكم وحبايبكم عشان نكبر بيكم وليكم. وعايزة أقول إن أكد الإمام ابن سيرين أن إطفاء الحريق تدل على حل المشاكل التي يمر بها في حياته، والله تعالى أعلى وأعلم. ولو كانت الحريق قوية وتحاوطه من كافة الاتجاهات دل ذلك على صعوبة الخروج من المصائب التي وقع فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. عايزة أقول كمان إن النجاة من النار هي نجاة من المشاكل والهم والغم، وكمان نجاة بصفة عامة في الحياة، وإن شاء الله رزق، والله تعالى أعلى وأعلم. تنسوش تدعمونا بلايك حلوة زيكم، وتشاركوا الفيديو مع اخواتكم وصحابكم وحبايبكم عشان نكبر بيكم وليكم. الفيديو دوت كان بناء على رغبة صاحبتي طلبته مني في الفيديو اللي فات، وانا حبيت افيدكم معاها بالفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. واي حد فيكم محتاج تفسير اي حلم سيبولي تحت الفيديو في كومنت، وان شاء الله هنعمل له فيديو بيه او هنرد عليه في ساعتها. دمتم في رعاية الله وامنه. ما تنسوناش من صالح دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.